لاحظت في الفترة الأخيرة أن المرشح يداعب الناخب بوسائل مختلفة ومتعددة، منها الرخيصة ومنها المبالغ فيها. الرخيصة بمعنى انه انت ثمن المرشح غالي جدا. ثمن الصوت ده صوت عزيز، صوت المواطن اللي هيتحط في الصندوق ده عزيز، ما هوش ثمنه كيلو لحمة ولا ثمنه شنطة توديها له. ثمن الصوت كرامة وعزة الإنسان، فكيف تتجاوز على الإنسان وتستبيحه وتستبيح صوت المرشح بكيلو لحمة؟ أن تتخيل هذا التخيل الرخيص الذي مضى عهده في انك انت مثلا تعمل مسابقة كرة القدم الرمضانية، حفظ القرآن، والأول مرة كلنا هذا عمل جيد وعمل يحمد وعمل نبيل وكل المسائل دي، بس هناك جمعيات في المساجد بتقوم بهذا الدور. ادعمها، اديها انت المبلغ وخليها لكن ما توقفش انت تبقى ما انتش حافظ جزء وتروح تدي حافظ القرآن. انا مش ضد ان انت تدي حافظ القرآن، بس اديهم من خلال القنوات الشرعية. ما تستبيحش حتى حافظ القرآن بانك انت تجيبه. انا اللي بديك، هتديني صوتك؟ بقى في مبالغة كبيرة جدا في ازاي تتحايل على انك انت تاخد صوت المرشح. انا منذ اللحظة الاولى وبشكل فيه امانة كبيرة جدا سأقاتل كل هذه الامور ما حييت، حتى لو انا مش مرشح. انا دوري توعوي في الاساس. يجب أن نحافظ على كرامتنا، يجب أن نحافظ على حريتنا التي يريدونها منقوصة ونريدها كاملة. فكرة أن أنا خدت جزء من حريتي وأنت جاي تساومني على الجزء الثاني، بأمارة إيه؟ فين الفكر السياسي؟ انزل ناقش الناس، قول لهم انا هعمل كذا، انا هعمل تشريع، انا راجل مراقب الحكومة. ببدأ البداية بالرشوة، برشوة المواطن. يعني ايه العبث اللي بيتم في الشارع ده؟ الناس مفكرة ان الثورة ما هيش ملك حد، لا، ملك الشرفاء. الثورة ملك الشرفاء، ملك الشرفاء الحقيقيين، مش ملك اي حد يجي يعبث فيها، مش ملك اي حد يجي يقول انا هشتري اصواتكم، هستبيح صوت المواطن الغلبان. لا، صوت المواطن الغلبان ده اشرف من اموالك بحالها. واذا انت كنت بتزعم ان انت لو حسبت مثلا هتبقى في انهي رقم في صف الفلوس؟ انت انهي رقم في صف الفلوس؟ ما مش هيبقى لك رقم. فحاول يبقى لك رقم في صف السياسيين، في صف الرجال، في صف الوطنيين الحقيقيين. ابحث لك عن رقم حقيقي، رقم تبحث فيه عن حق الفقراء بشكل حقيقي، مش بشكل ان انت جاي تضحك عليهم، لا، بشكل تشغيلهم، بشكل المحافظة على صحتهم، بشكل حقوقهم في التعليم، بشكل حقوقهم في الرعاية التأمينية، بشكل الرعاية التأمينية أساسا. فكرة ان ولادهم يشتغلوا بشكل شريف وبشكل محترم، وانه اللي ما يشتغلش يبقى له حق على الدولة مسؤولة عنه. انه دائما انا انظر لهذا البسيط الذي عندما وصل ابنه الى سن السادسة وقال لزوجته
أن تقوم باستحمامه عشان تاني يوم هيروح المدرسة، وراح يشتروا المريالة والشنطة، وهي بتحميه تساقط شعره. فراح ودوه للدكتور فطلع عنده السرطان. أنا معني بهذا الطفل، أنا معني بالرجل اللي راح يشتري ب50 قرش فول، فالراجل بتاع الفول قال له ما فيه ب50 قرش فول، قال له حط بس أي حاجة، فحط له 4 حبات 5 حبات فول في شوية مية، فقال له طب هات شوية ملح، فاداله شويه ملح، فقال له طب كتر، فزود الملح في ايده كتير، فقام جاي دلقهم على الميه بتاع الفول. فقول له ايه ده؟ فقال له عشان الناس تعرف تغمس، عشان العيال تعرف تغمس. انا معني بهذا الرجل، انا معني بتشغيل ابن هذا الرجل، انا معني بان تصل مياه نظيفه لبيت هذا الرجل، انا معني بالصرف الصحي الجيد لهذا الرجل، انا معني بحياه كريمه لهذا الرجل. ومش بالكلام، منذ أن وعيت لحياتي وأنا أناضل من أجل هذا الرجل. في تزوير الانتخابات في 84 أنا ارتميت على الصناديق التي كان يقوم بتزويرها أعضاء الحزب الوطني وواجهتهم، وبشكل دائم كان يتم بيني وبين أمن الدولة مشاحنات ومساجلات خطيرة جدا. آخرها كان تاني يوم الثورة تم القبض عليا، ورغم ذلك ثالث يوم كنت في الميدان. يعني أنا قعدت 13 ساعة في المعتقل، وثالث يوم كنت مباشرة في الميدان. أنا لا أزايد على أحد ولا أغازل أحد. تفتي قلبك، تفتي قلبك. وأنا بأناشد الشباب تحديدا أن يقوموا بتوعية الناس، توعية الجماهير لاختيار الأصلح من خلال رجل له في التشريع، رجل له في مقاومة الفساد بشكل حقيقي، رجل لا يغازلهم لكي يأخذ أصواتهم ثم ينطلق هاربا خارج المدينة. أنا عايز راجل تبقى الدلتا همه، وبقول الدلتا ما بقولش بركة السبع. ليه بقول الدلتا؟ لأنه إذا اخترق الطريق في بنها فإنه سيؤثر على بركة السبع، وإذا تم رمي جيفة أو حيوان نافق في شبين الكوم أو حتى أبعد من شبين الكوم وصل لوحدة المياه عندنا هنا، فإنها ستلوث وسنشرب مياه ملوثة. فإذا أنا معني بالدلتا بشكل عام، أنا معني باللي هيديني وهياخد مني. هذا بالنسبة للجانب المحلي. أما بالنسبة للجانب الوطني فأنا معني بمصر، معني باستقلالية المواطن، معني بحق المواطنة للمسلم والمسيحي على السواء دون تفرقة بين هذا أو ذاك، معني بالحرية والعدالة الاجتماعية لكل مواطن طالما هو من مواليد مصر. فمصر ومشهد طويل قوي يتسع الجميع، ومشهد فضفاض يحتوينا جميعا كأمة واحدة تستطيع أن تواجه العالم كله. بالمناسبة تستطيع أن تقود الوطن العربي. أنا جزء من الموضوع ومهم جدا ألا يتم تفرقة بيني وبين أصغر عامل في مصر، وبينك وبيني أيضا وبين رئيس الجمهورية. أنا معني بأن تكون هناك حياة كريمة تتسع الجميع، وأن يكون علاقتنا بالخارج مش علاقة المواطن الذليل الذي ذهب لكي يأكل عيشه. ده مواطن مصري حاصل على مؤهل عالي، يجب أن يعمل في الكارير المناسب له. للأسف الشديد كان وصل
وزيرة القوى العاملة كانت عايزة تطلع بناتنا المؤهلات العليا عاملات شغالات في بيوت الخلايجة ودول الخليج. أنا معني بهذا، أنا معني بأن يكون السفير المصري في هذه الدول هو رئيس جمهورية مصر هناك، مش نزهة. يجب أن يكون مسؤول عن الرعاية ومسؤول عن طلباتهم ومسؤول عن الدفاع عن حقوقهم بشكل قوي وقاطع، وما يتنازلش عن حق من حقوقهم. انت ما انتش رايح تقبض من رواتبنا ومن ضرايبنا ومن الضرايب اللي احنا بندفعها عشان تتفسح. انت رايح عشان تحرس المواطنين المصريين وتدافع عن حقوقهم المشروعة في اي بلد انت فيها كسفير. انتهت فترة النزهة ان انا بديك مكافأة عشان تروح تتفسح. انت رايح معني بانك انت تخلي تعمل عملية توعية لأن يكون الاستثمار المصري للمصريين، وأن تدافع عن، ما أنت لو دافعت عن حق المواطن المصري هيحب مصر، لو جبت له حقه هيحب مصر، لو وقفت جنبه حتى وما قدرتش تجيب له حقه هيحب مصر. أنا معني بحقوق ما فيش أقل مواطن كمان، أنا معني بحقوق المواطن المصري في جميع أرض الوطن سواء في الخارج أو في الداخل. أنا معني بلقمة العيش، أنا معني بالعمل، أنا معني بالصحة، أنا معني بالتعليم بشكل أساسي، أنا معني بك أنت أيها الشاب، أنا معني بأن تقول كلمة حق ستسأل عنها يوم الحساب. أنا معني بأنك أنت يجب أن تراعي ضميرك وأن تستفتي قلبك قبل أن تدلي بصوتك.